هقولك على 10 معلومات قانونية مهمين جدا في قانون الأحوال الشخصية. المعلومة الأولى: في فرق ما بين سن الحضانة والنفقة. سن الحضانة في القانون المصري هو 15 سنة للولد أو للبنت، يعني لما الولد والبنت يوصلوا ل15 سنة في القانون هم بنفسهم يقدروا إنهم يرفعوا أي قضية باسمهم، وما ينفعش للأم الحاضنة إنها ترفع أي قضية باسمها. أما بالنسبة للنفقة فنفقة البنت بتبقى على والدها لحد ما تكبر وتتجوز، ونفقة الولد بتبقى على والده لحد ما يكبر ويشتغل ويقدر ان هو يصرف على نفسه. المعلومة التانية: لا يحق للحاضنة انها تجمع ما بين اجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية. اجر المسكن دي دعوة منفصلة عن التمكين من مسكن الزوجية، يعني دي قضية ودي قضية تانية، فالقانون هنا مش بيسمح للحاضنة او للمرأة انها تجمع ما بين القضيتين دول مع بعض، ولو الزوج اتعرض لحالة من الحالات دي من حقه ان يلجأ للمحكمة علشان يعترض. المعلومة الثالثة: لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة. زي ما اتفقنا إن 15 سنة هو سن الحضانة في القانون المصري، فبالتالي لما أصغر طفل عندها يتم 15 سنة حقها بيسقط في أجر المسكن، وكمان حقها في أجر الرضاعة بيسقط، وده في حالة إن الصغير بلغ 2 سنين. المعلومة الرابعة: يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو 15 سنة إنه يرفع دعوة استرداد مسكن الزوجية. يعني لو الزوج كانت مرفوع عليه قضية تمكين من مسكن الزوجية، في الحالة دي هو لازم يستنى لحد ما أصغر طفل من أطفاله يتم سن الحضانة وهو 15 سنة، وبعدها يقيم دعوة استرداد مسكن الزوجية. معلومة الخامسة: بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو 15 سنة القاضي هنا بيخير الطفل لو حابب يعيش مع مامته ولا مع باباه، ولو اختار الأم فالأم هنا حقها في أجر الحضانة بيسقط، ولا يجوز لها رفع دعوة أجر حضانة. المعلومة السادسة: قائمة المنقولات الزوجية اللي هي القايمة ما ينفعش إنك تتنازلي عنها ولا في الخلع ولا في الطلاق ولا في الطلاق للضرر. معلومة السابعة: لا يجوز المطالبة بأجر المسكن، إنك ترفعي دعوة أجر مسكن أو أجر حضانة أو رضاعة إلا بعد الطلاق، وكمان لما تنتهي العدة، والحكم هنا بيكون بأثر رجعي من وقت تاريخ انتهاء شهور العدة بتاعتك، يعني بعد وقوع الطلاق ب3 شهور. المعلومة الثامنة: يحق للأم أو الحاضنة على حسب الأحوال إنها تتقدم بطلب للحصول على الولاية التعليمية علشان تقدر إنها تنقل أولادها وتقدم لهم في المدارس اللي هي عايزاها. المعلومة التاسعة: بعد ما بترفعي دعوة تمكين من مسكن الزوجية بس كانت العلاقة الزوجية ما بينك وما بين جوزك لسه قائمة قانونيا، في الحالة دي قرار التمكين بيصدر بالمشاركة، يعني ما بينك وما بينه، ولكن لو اتطلقتي بعد الطلاق القرار ده بيتعدل علشان يبقى ليك انتي بس. المعلومة العاشرة: لو اتنازلتي عن أي حق من حقوق أطفالك علشان تطلقي من جوزك، التنازل ده بيكون تنازل باطل ولا يعتد بيه.